السلام عليكم ومرحبا بكم. كما ولفتكم دايما بالوصفات الاقتصادية والسهلة. اليوم جبت لكم كعكة. هذه الكعكة بالمول العجيب، يعني يقولوا له المول العجيب ولا المول المقلوب. درت هذه التورتة بنكهة الشوكولا، وتقدروا ديروها بنكهة يعني الليمون ولا لافاني، يعني وديروها ناتشو. دونك انا في الوصفة تاعي استعملت 3 حبات بيض، درت لهم علبة ياغورت تاع الشوكولا دانيت ولا أي نوع اللي تحبوه نتوما. دونك إلا حبيتوها تاع الشوكولا ديروا تاع شوكولا، وإلا حبيتو الجاتو تاعكم يجي يعني اللون تاعو كيما الجاتو العادي، يعني ديروا ياغورت ناتور. بعد ما فرغت الياغورت تاعي نشد العلبة تاع الياغورت ندير فيها السكر، نعمرها مليح بالسكر ونفرخها في الصلادي تاعي، ونزيد ناخذ العلبة نعمرها بالزيت النباتية ونخلط مليح الخليط تاعي. باش نمزج المكونات، يعني طريقة جد سهلة وسريعة، مام يقدروا ولادكم يديروها نتوما تقول لهم واش يديروا وهما يخدموها كيما مولفة ندير انا مع ولادي. درت ملعقة صغيرة تاع الخل الأبيض، والخل الأبيض عنده مفعول رائع باش يرجع الكيكات هشة. يستعملوه الطباخين بزاف. ومن بعد ناخذ العلبة تاعي ندير نعمرها بالفرينة، ندير 3 علب تاع الفرينة، ونزيد لهم كيس تاع خميرة كيماوية تاع 9 غرام ولا 10 غرام. هذو هما المكونات تاع الكيك تاعي. نخلط الفرينة مع باقي المكونات، ومن بعد نسخن الفرن تاعي على 180 درجة، ونخليه يطيب الجاتو تاعي حتى يعطي هذاك اللون. ما نقدروش نشوفو حنا كي جاتو تاع الشوكولا، لو كان نديروه ناتور يعطينا هذاك اللون الذهبي. دونك كل واحد والفرن تاعو، كاين الفرن تاعو يطيب غير بالعقل، وكاين اللي الفرن تاعو يزرب. وتعرفوا نتوما طريقة باش نعرفوا الكيك تاعنا إلا طايب، يعني ندخلو كشموس ولا فرشيطة باش نعرفوا العجينة إلا خرجت ناشفة، الموس إلا خرج ناشف عفوا، وإلا خرج مشمخ معناتها الكيك تاعنا ماشي طايب. دونك إلا حبيتو الكيك تاعكم ديروه بذوق واحد آخر، يعني ما تستعملوش الشوكولا، أوليو تستعملو يعني الياغورت تاع الشوكولا تستعملو ياغورت بنكهة أخرى، وراح التزيين ثاني كيكون بشكل آخر. أنا كي درت الجاتو تاعي بالشوكولا زينتو بشوكولا بنوتيلا ولا شوكولا تارتيني، ولا ذوبوا أي نوع تاع الشوكولا وتزينوا به. هذاك إلا درتو بالشوكولا، أما إلا درتو بنكهة واحدة أخرى ديروا لا شونتيي. دونك فأنا في الجاتو تاعي هنا زدت شوية القهوة، باه عطاني ذوق تاع القهوة، يعني عطاني واحد الذوق مميز. نزيدوه للشوكولا، الشوكولا دايما تتبع القهوة، عفوا القهوة تشبع تتبع الشوكولا وتعطي واحد الذوق مميز. دونك قلت لكم الذوق اختياري، تحبوا ديروا تزيدوا القهوة لافاني، تزيدوا كيما تحبوا. دونك انا المول تاعي دهنته بالزبده ودرت له الفارينه باش نضمن بلي ما راحش يلصق لي، ونحطو الفرن تاعنا. يعني الأذواق اختيارية، أنا عطيت لكم أفكار وانتم ديروا واش تحبوا، سوا لافاني سوا القهوة، سوا إلا ما درتوش الياغورت بالشوكولا ديروه بذوق واحد آخر، بذوق المشماش، وتزينوه كيما تحبوا، يعني تزيين اختياري. هذا هو الشكل النهائي تاع الجاتو تاعنا. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم، وإلى وصفات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.